بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني اليوم نتحدث عن موضوع التهجين. إخواني، كثير من الأخوة يعانون ويقولون طيورنا ما تتكاثر بسهولة، وأسئلة كثيرة. طبعا هي صعبة، تكاثر البلبل العراقي زين إذا هي صعبة، وهذه مثل ما يقول هذا لما تعش وذاك فلش العش وهاي بيضة بالقاع، وهذه يعني معاناة زين. أنا متحمل معاناة وصرف من وقت وصرف مادة. ليش ما استثمرها واترك البلبل العراقي؟ استثمرها بيش؟ استثمرها بان اجيب بلبل كشميري او ماليزي، وعلى الطير اللي عندي العراقي الاليف الموجود بالبيت، واطلع فشي جميل حلو وهو يسمى هجين. الهجين شيء كلش حلو، همينه غالي زين، غالي حتى من تريد تبيعه وتحتاج همينه يجيب ذاك مبلغ. اي بينما البلبل العراقي يعني تريد كاثرة ويشلع قلبك وتعب وهذه، وبعدين الفرخ ينزل بالسوق ب3000 دينار. فماكو داعي اخوان، يعني خلوا البلبل العراقي براحته ولا تلموه من البساتين، وخلوه ترى 3000 دينار ما تسوى. بيكم زود كاثروا البلبل المنزلي وضربوا البلبل مع الماليزي، يذب لكم فشي راقي وجميل. تطرحون علي سؤال: ليش انت تكاثر بلابل؟ انا كاثر بلابل اللي واهس بالبلبل العراقي، واكاثره لان انا متعب حريه مطلقه. وبصراحه اقول لكم انا اطلعهم برا وبراحتهم موسم الافراخ هسه تشوفون، وانا اغذي الطبيعه. اللي يروح الله معاه، واللي يبقى هو باقي ومستفيد من عنده بالتكاثر والونسه. اما هذا البلبل الكشميري اللي تشوفونه هسه قدامكم شلون جاي يتقرب للأنثى، مع العلم ما صار له أزيد من ساعة ونص عندي دزليا سيد صالح من بغداد، هدية طبعا، مشكور. شوفوا اخوان شلون جاي يتقرب للأنثى وما صار له فترة، وبيها مجال إن شاء الله. واخوان طبعا البلابل تكاثرها بالغيرة، فأزيد من زوج يصير لهم واهس. وإذا عندكم زوج بارد وكذا أقرب له ذكر، أقرب خلي مثلا نفرض بغرفة أحد الأركان عندي زوج، أجيب تك أخليه بأحد الأركان هناك، من يزاوف من يبروز هذا الذكر اللي معه أنت نشوفه ينشحن ويصير عنده غريزة. أترككم بالتمتع بهذا الفيلم الجميل، وبي لقطات من بساتين كربلاء. طبعا بساتين كربلاء عامرة لهلها إن شاء الله. هذا بستان أزيد من 15 دونة. شوفوا النخيل، هذا النشو، وأكيد أهديها لأصدقائي خارج العراق، لأن هم يحنون ويونون لهذه المناظر الجميلة. يا إخوان، نسأل الله التوفيق للجميع، ولا تنسون الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس. في أمان الله وحفظه.